اهلا بيكم في ايفنت تعريف الاقسام من تمرين 3 مع ديسك اكاديمي. النهارده معانا قسم حاسبات. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عرفنا عن نفسك الاول، عرف الناس عن نفسك. انا عصام وسام فؤاد، لسه متخرج من قسم قريب دفعه 2023، وانا مندوب الدفعه بفضل ربنا الاول على الدفعه بالنسبه لاخر حاجه نزلت يعني. ما شاء الله. اللي حابب اتخصص فيها واللي بحاول اتخصص فيها في القسم هي مجال الذكاء الاصطناعي والاي اي. وعموما يعني انا سعيد جدا ان انا اخترت ان انا ادخل القسم ده وكل اللي انا مريت بيه حتى الان يعني. طب احكي لنا الاول كده قصتك بدات ازاي مع القسم؟ انت كان نفسك تبقى ايه وانت في اعدادي؟ دخلت القسم ازاي؟ القصه بدات ازاي معاك؟ وانا في ثانوي اصلا كنت مهتم قوي بالهاكينج بقى ان انا امسك التليفون بتاعي مثلا اندرويد او اي او اس، اعمله روت او جيل بريك واقعد اتفزلك فيه كتير قوي وكده. فانا فاكر ان ات سام بوينت كنت بفتح البلاي ستور كده، وبعدين في ابس بقى في كل حته، في سكشن بقى اللايف وول بيبرز، حاجه عبيطه قوي اللي هي الصور المتحركه. كنت بحب اللي هو حتى ازوق الموبايل من جوه. فالمهم فاكر ان انا شفت حاجه زي كده، كان حد حاطط لايف وول بيبر ميبي بنص دولار ولا حاجه. بعدين جوجل بلاي بيوريك الداونلودز قد ايه على كل اب، كنت شايف 100 كي ولا حاجه. قلت ماشي 100,000 في نص دولار، 50,000 دولار. الاخر ده عامل لي كوكب بيتحرك صراحه. فرحت قايل يعني لما تحولها طبعا لمصري مش عارف 2 مليون جنيه ولا ايه. قلت لا ده يعني واضح ان في اوبورتيونيتي قويه، فمجرد ان انت تبقى عارف تكود اب يعني وتنزله على البلاي ستور. فمن ساعتها غير بقى الهاكينج يعني كنت بحب قوي الحوار ده، بس هو حاجه مش جميله يعني. ده كان اول حاجه قربتني للقسم، وبالتالي كان منطقي بالنسبه لي ساعتها ان انا افكر ان انا مش هخش هندسه اصلا، ان انا اخش حاسبات ومعلومات. ولكن بعد ما النتيجه طلعت اقنعت بطريقه او باخرى ان انا ادخل هندسه، اي ان انا ممكن مثلا ارجع وافكر تاني لما اشوف اعدادي بقى كانهم بيدونا مقدمه عن كل قسم يعني. فممكن افكر من الاول. وفعلا كنت في ثانوي بدات احب الماث والفيزيكس زياده قوي، كان ممكن يعني اغير رايي في حاسبات يعني. فلما دخلت اعدادي فيها ماث وفيزيكس كتير بقى زي ما انت عارف، بدات احب بقى يعني. وفي كورس برمجه بدات اقول لا البرمجه ده واضح ان ده علم انساني قوي، اللي هو اللي اخترع موضوع السيمي كولون في اخر سطر ده مين اللي قال لك تعمل كده؟ على عكس يعني حاجه ربانيه زي الماث والفيزيكس كنت بحبهم اكتر واكتر. فده ادى الى ان انا في النهايه ما ادخلش اصلا حاسبات القسم اللي انا فيه حاليا، ادخل كهرباء. اوكي، انت بدات اصلا في قسم كهرباء؟ بالضبط، كنت حاببها جدا للسبب اللي انا قلت ان انا بحب الماث والفيزيكس قوي، وانا عارف ان اقرب حاجه دي حسيت ان الكهرباء ده في الجون قوي بالنسبه للماث والفيزيكس مقارنه يعني. في حاسبات الدنيا ارتفيشال شويه وعمال بتكتب كود وما اعرفش ايه. اوكي. مصدقين نفسهم قوي الناس دول. فاهم قصدي؟ فدخلت فعلا كهرباء وقعدت هناك 4 ايام يعني تقريبا. اخر فرصه للتحويل كانت يوم الخميس، حولت في اليوم ده لحاسبات. ممكن يجي على بالك تسالني اشمعنى قررت احول في اخر يوم. فاكر ان انا يمكن اليوم اللي قبله ولا حاجه في نهايته قعدت اراجع نفسي كده يعني، ان انا خلاص بقى عندي سامبل عن قسم كهرباء. قعدت 4 ايام خلاص وقعدت افتكر بقى حاسبات وكل اللي قلت لك بقى في الاول. ساعتها يمكن جربت ان انا احضر محاضره هناك وحسيت ان الدنيا جميله برضو، وقررت التحويل على الاساس. بس هي دي قصتي يعني لحد ما دخلت. طيب انت بعد ما دخلت هل فكرتك اتغيرت من مثلا اعدادي وحاسبات اللي انت كان برضو وجهه نظرك في الحاسبات بطريقه معينه، بعد ما دخلت بقى الموضوع اختلف شويه؟ سؤال مهم جدا، وهو مش انا بس، اي حد هيخش هيلاقي اختلاف مهم قوي ما بين اعدادي وسنه اولى، بالذات حيال كورس البرمجه اللي هم بياخدوه اللي احنا كنا بناخده في اعدادي، اللي كان معتمد كتير قوي ان انت تسيميوليت الماشين ذات نفسها في مخك وتقعد تعمل تريسنج كانك انت الكمبيوتر يعني. طبعا الواقع وانت بتشتغل انت بتكتب بس كود، وبعدين ده بيناظر بقى برنامج او حاجه زي كده. فانت هتلاقي ان انت وانس دخلت سنه اولى بعدت قوي عن اللي كان بيحصل في اعدادي يعني. انا بحاول اقول على طول لاي حد في اعدادي ما تخليش كورس البرمجه بتاع اعدادي ياثر في اختيارك يعني. حتى الناس اللي بتشرح مش نفس الناس اللي كانوا بيشرحوا في اعدادي جمال جدا، بس بتكلم انها مختلفه من كذا ناحيه يعني. بس اهم ناحيه ان انت بتقرب اكتر للواقع، مش ان انت عمال بتعمل حاجات على ورق، وان كان لسه في من كده بس اقل بكتير. اوكي، طبيعه المواد كانت ازاي لما دخلت مثلا الاولى بعد ثانيه بعدين ثالثه بعدين رابعه؟ التسلسل بتاع المواد مش ازاي، او ايه طبيعه الحاجه اللي بتدرسها عموما يعني؟ هو احنا كانت 8 ترمات ولا ماشي 8 8 ترمات، وكل الترم يبقى 7 مواد، 8 في 7 56 كده، 56 ماده. شيل الاثنين بتوع مشروع التخرج 54 ماده. ال 54 ماده دولت بقى متقسمين ازاي؟ 54 ماده مختلفين ولا بتعادل؟ لا قليل قوي اللي بيتعاد، في حاجات بيبقى فيها بارت 1 و 2 بس قليل. بس 54 تعال نشيل منهم كده بسم الله الرحمن الرحيم. في 7 كورسات جان اللي هو اقتصاد، قانون، برزنتيشن، تكنيكال رايتنج.
فلو شلنا 7 دولت ولا حوالي 47 في 3 مواد تحس ان هم بيدوكوا القسم كله في الماده ديت. يعني في ماده كده اسمها الهندسه المدنيه، اوكي فالقسم بتاعي ده احنا مخلصينه من زمان ما تقلقش. زمان وبعدين في ماده ثانيه هندسه كهربائيه، وفي ماده ثالثه هندسه ميكانيكيه، لان احنا كده وصلنا ل 44. شلنا 7 جن وشلنا ال3 مواد بتوع الاقسام الثانيه فبقى 44. ال 44 دولت هيلاقي ان في 22 منهم ماده في السوفت وير انجينيرنج ذات نفسه الكور اللي هو برضه متعلق بكليه حاسبات ومعلومات. كده 44 شيل 22 يبقى 22. ال 22 دول هتلاقي بقى منهم 7 مواد عباره عن هاردوير، وده المفروض اللي كانه بيفرق كليه حاسبات ومعلومات عن قسم حاسبات. حته الهاردوير ديت بقى 15 ماده، 5 مواد رياضه، 10 مواد جايين من اتصالات كده 10 مواد اتصالات. فانت هتلاقي سيستم ماشي ازاي. مش انا قلت 22 ماده سوفت وير انجينير هم الكور وفي 7 هاردوير. هتلاقي ان انت في اول سنه كل ترم بتاخد منهم مادتين. تبدا بالحاجات الانتروداكشن، لوجيك ديزاين او بروجرامنج متعلق باللي انت اخدته في اعدادي. حته البروجرامنج بالذات اللي انت تاخد سي بلس بلس بتعمق اكتر بكتير من اول ترم. ولكن الفكره ان اول سنه هم بس مادتين قسم من ال 22 دولت ولا حاجه، 22 زائد 7 هاردوير يعني. فاول سنه كل ترم مادتين بس، وبعد كده بتصبح 3 مواد، بعد كده ثالثه مثلا 4 مواد، بعد كده رابعه كله بقى مفيش غير ماده واحده خارج القسم. انت بتدخل في القسم واحده واحده وانت طالع في ال4 سنين بالضبط. يعني اول سنه بتاخد مادتين بس من القسم بتاعك وباقي من الاقسام الثانيه او ما بالضبط، يا اما من قسم تاني اللي هو اتصالات اشهر حاجه، او مثلا ده مجرد ماث بلس اللي فيه ماده جان على طول، او المواد بتاعتي هاخد القسم كله في ماده اللي قلت لك عليها. اوكي طب تفتكر او قول لنا ايه الفرق ما بين قسم اتصالات وقسم حاسبات؟ عشان الموضوع برضه في ناس بتقول طالما هنا في كودينج وهنا في بروجرامينج وهنا في كده ما اخش ده حاسبات او اتصالات، ايه الفرق بين ده؟ ده اجابته مش صعبه قوي، لان هم في النهايه عندهم كودنج بس مش بيتعرضوا له زينا. انت لما تقول هندسه حاسبات يعني برمجه يعني هندسه حاسبات، لو ما ركزناش على حته الهاردوير قوي، وحتى حته الهاردوير فيها برمجه، وهي دي ميبي اللي لو في اوفرلاب ما بيننا وما بينهم هيبقى هنا. انما هم هتلاقيهم بياخدوا كورس واحد او كورسين بالكتير قوي ليهم علاقه بالبرمجه، او من القسم بتاعنا ال 22 كورس اللي انا بكلمك فيهم غير ال7 بتوع الهاردوير. في حين بقى ان عندهم يعني مثلا مش انا قلت لك ان احنا عندنا 10 كورسات من اتصالات اللي مش عارف سيركتس 1 وسيركتس 2، الكترونكس 1 و 2 مش عارف كوميونيكيشن، هتلاقي بقى هم عندهم الكترونكس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 والسيركتس بقى هيسيب. وكورسات الماث عندهم هم في الماث اكتر مننا، لان في النهايه انت في البرمجه في مجالات فيها محتاجه الرياضيات بس مش كلها، فاهم قصدي؟ انما هم عندهم لا دايزين قوي عشان في عندهم ويفز وليله ثانيه كده بناخد منهم برضو ايه طشاش انتنا ما اعرفش ايه. الفكره ان لو في حد ناوي يبقى سوفت وير انجينير او يكتب كود، يبقى مش عقلاني ان هو يفكر في اتصالات حتى اذا كان هيعرفوا له حاجه على حاجه زي كده، لان عندنا البرمجه وكده شغاله في كل المواد يعني كل سنه كل ترم. هنا عندهم تبقى بحاجات معينه. انما اللي هو يعني ناخد بالنا انها اسمها اتصالات والكترونيات، فهو لو هيميل للهاردوير فهيفكر ده حاسبات. عصام كان بيقول ان في 7 مواد هاردوير بس عندهم برضو في مواد هاردوير كتير. فساعتها كان ممكن يقعد يفكر يفرق ما بين هنا وهنا اكتر، يبقى يعني هيبقى السؤال اصعب. بس برمجه بيور يعني على طول فكر في حاسبات، اتصالات شغاله في ناحيه الهاردوير اكتر حتى لو في عندهم شويه كودينج بسيط. ولو بقى حب يفكر في الهاردوير ذات نفسه، اعتقد هتبقى مساله انالوج فيرسز الديجيتال اكتر. هتلاقينا احنا الانالوج ده ولا خلاص يعني يمكن اخدنا كورس ولا حاجه بسببهم هم، انما هم عايشين في الانالوج كتير قوي. الانالوج اللي هو زي ما الراديو كان شغال زمان او التليفونات الارضيه شغاله زمان، اللي هو بيبعت ويفز كان مش بيبعت 0 و1، انما احنا عندنا اي حاجه 0 و1 كله 0 اي حاجه يعني اي حاجه بتدخل على الكمبيوتر كلام فيديو اي حاجه هي 0 1 شغالين ديجيتال كله. هم عندهم لا، هم النظره بتاعتهم اوسع شويه. فلو هو بيحب الهاردوير وكمان الهاردوير بالذات بتاع الكمبيوتر مش اي حاجه تاني هاردوير قد يكون داخل فيها الانالوج زي حاجه كتير فيها صوت والحاجات اللي كانت بتاعت زمان كلها، يبقى هيفكر في حاسبات. انما لو هاردوير وانالوج يبقى قد يكون اتصالات احسن. طيب الفرق برضو ما بين كليه حاسبات ومعلومات وقسم حاسبات ده بقى سؤال اصعب كتير لان يعني هو ستاندردلي حول العالم الفرق ما بين السوفت وير انجينير. يعني it's important to note ان حتى اللي بيطلع من حاسبات ومعلومات بره بيسموا السوفت وير انجينير في كلمه هندسه، وده السبب اللي ادى ان هم ريسنتلي اعتقد ان النقابه بقى اسمها هندسه البرمجيات عندهم، او بيتكتب على البطاقه عنده مهندس برمجيات اي سوفت وير انجينير. بس يعني ناخد بالنا من الاسم كلمه سوفت وير. هو سوفت وير يعني مركز على ان هو بيكتب كود، هيعمل حاجه، هيناظر برنامج عنده على الجهاز، ولكن مش ان هو بيعمل ديزاين للهاردوير اللي جوه الكمبيوتر ذات نفسه او البروسيسور الجي بي يو، او ان هو يقعد يعمل روبوت بيعمل ما اعرفش ايه. في حين ان احنا عندنا بقى هي الحته ديت. هو ده اصلا الفرق ان ستاندرد واي يعني حول العالم كله، ان احنا عندنا في هاردوير اكتر، في العلاقه
بتاعه اتصالات وفي العلاقه بتاعه باقي كليات الهندسه برضو زي المواد اللي بيجيبوها من عندكم دي. بس العلاقه ما بيننا وبين الاتصالات واللي بيربطنا بيهم بقوه الهاردوير هيلاقيها عندنا اكتر من عندهم. ولكن في الواقع هل الناس بتطلع من عندنا تشتغل في الهاردوير؟ اقول بكل صراحه قليل قوي، لان السوفت وير اقرب بكتير. لسه تقعد يعني انت كده الهاردوير بتكتب كود برضو، بس فيها برضو اثر ان انت تعمل الروبوت وكده، وبعدين بيبقى في بس الشيب هي اللي هتاخد الكود اللي انت كتبته وبعدين تخليه يعمل اللي انت عايزه. ولكن يعني في شركات بتهتم بكده وبيطلبونا، ولكن انا اللي شايفه العام اكتر ان الناس بتشتغل في السوفت وير بالتاكيد. بالنسبه للشغل بقى، طالما انت ذكرت الشغل، ايه هي مجالات الشغل عندكم تقريبا في القسم؟ ماشي، ممكن اقسمهم ل4 براد فيلدز كده، وكل فيلد بقى فيه حاجات كتير من جوه. ماشي، اول حاجه مثلا انت تبقى مجرد اب ديفلوبر، واحد بيعمل برنامج ينزله على بلاي ستور، فاكر بس ينزله بقى سواء موبايل اب او ديسكتوب اب، يشتغل على ويندوز ذات نفسه او ويب سايت، اوكي، او ان هو بقى يعمل جيم، يعمل لعبه ذات نفسها، او يعمل بقى او اس. انت عارف عمال بروح ايه من السهل للاصعب والاصعب. ده كله فيلد. واي هاف تو نوت فروم ناو ان كل الفيلدز اللي هقولها ديت هيلاقي على الاقل كورس واحد بيخدم عليها في القسم. يعني لو سالتني تقول يا عصام جيم ديفلوبمنت عملته جيم؟ طب ماشي، انت قلت لي ممكن اعمل او اس زي ويندوز، عملته على خفيف فاهم قصدي؟ عملته موبايل اب او ويب، ده كتير قوي. فده مثلا اول مجال اللي هو الاب ديفلوبمنت. تاني مجال اللي هو بقى متعلق بالاتصالات اللي هو الهاردوير ديزاين والامبيدد، ان انت تعمل روبوت بيعمل اي حاجه. ده هتلاقيه اقل شهره بس ده برده موجود. يعني انت عموما حته ان انت تعمل روبوت بيعمل اي حاجه، ده اللي هو الامبيدد سيستمز. والهاردوير ديزاين اللي هي الحاجات اللي جوه الكمبيوتر تعملها ديزاين. ده تاني واحد من 4. هيبقى فيه ان انت تبقى نتوركس انجينير او سايبر سيكيورتي انجينير. النتوركس اللي هو بقى مسؤول ان دي برضه اوفرلاب مع الاتصالات شويه، ان الناس توصل لبعض سواء عن طريق الانترنت او غير كده. والاهم من كده ان انا دلوقتي لو بكلمك فالمفروض بكلمك وايرلس، السيجنال ماشيه على الهواء وانت بس اللي بتفهمها. اشمعنى انت بس ليه ما ينفعش اي حد يرفع انتنه كده ويعرف انا بعت لك ايه؟ او هي دي بقى حته السايبر سيكيورتي اللي هي برضه قريبه قوي من ان انت تبقى نتوركس انجينير، لان لو ما كانش في نتورك ما كانش هيبقى في سايبر سيكيورتي. فده مجال مش مشهور قوي برضه، بس السالري فيه كويسه يعني. حلو. رابع حاجه بقى، وده اكتر مجال القسم عندنا بيميل لتدريس حاجات بتخدم عليه، يعني هو الذكاء الاصطناعي والارتفيشال انتليجنس. انا قلت لك مثلا طبعا اي حد عارف الذكاء الاصطناعي اللي هو الموبايل بيعرف يشوف وشك، يعرف ان ده انت، او السيلف درايفنج كارز بتاعت ايلون ماسك اللي بتسوق من غير اي حد يكون سيء. بالظبط. او ايه تاني، تشات جي بي تي. كل الليله ديت الذكاء الاصطناعي كور عندنا. هتلاقي ان مثلا 22 ماده من الهوم سوفت وير، قلت لك 9 منهم بس في الذكاء الاصطناعي. ودي بوينت حلوه، لان انا رجعت احب القسم الجامد قوي قوي بالذات بسبب الاي اي او الذكاء الاصطناعي. لان انا قلت لك ان انا في الاول كنت بحب الماث والفيزيكس بس برضه بحب الماث والفيزيكس. اتضح بقى ان الاي اي ده كله رياضه، اللي هو كله based on يعني math و very well understood math. فاهم قصدي؟ ما هوش سهل خالص، ده هو رياضه. وبعدين لما تيجي تبص عليه من وجهه نظر الرياضه ايه العبط ده؟ فاهم قصدي؟ بس كبراكتس طبعا الامباكت بتاعه رهيب. فهو ده الكور اللي عندنا. في ناس مش سعيده قوي كده، يعني حاسبات ومعلومات الكليه عندهم تخصصات او اقسام، انما احنا كانوا بالعافيه انت ايه هتفهم ذكاء اصطناعي كتير قوي حتى لو انت مش هتشتغل فيه وكل حاجه بالضبط. اوكي، لو دخلنا بقى في حته السالري، عشان دي حاجه مهمه الناس دي ممكن تسال عنها. الاربع مجالات دول مثلا الرينج كفريش جراديويت، وبعدين بعد ما تكمل بقى في المجال السالاريز بيكون في رينج كام؟ It strongly relies on هل انت بتشتغل في مصر ولا بره. ولكن خلينا نقول مصر، بره مش كومن قوي. وان كان انا سمعت قبل كده ان سمعت ستاتستيك من حد في القسم ان تلت القسم ولا حاجه بيسافر بره. ما اعرفش ايه مدى صحه الستاتستيك دي، ولكن لو التزمنا بان احنا جوه القسم، لو انت شاطر ممكن كفريش جراد تقبل بالدولار. واي ثينك من اول مثلا $1300 ولا حاجه. انما غير كده الافريج هتلاقيك مثلا، انا ما اعرفش الاقسام الثانيه بتبدا بايه، بس هتلاقيك برده فوق ال10 كفريش جراد، وهتلاقيك مطلوب. فاهم قصدي؟ يعني انا مش قلت من الاول الاربع اقسام نفس الرينج صح؟ لا، هو الفكره ان الاربع مجالات مش مطلوبين بنفس الكم. فاهم قصدي؟ اللي هو النتوركس والسايبر سيكيورتي هتلاقي مصر متاخره فيها عن الدول اللي بره، وكذلك شويه الذكاء الاصطناعي. انما الاب ديفلوبمنت، اعمل ويب سايت او موبايل اب في كل حته. الامبيدد والهاردوير لا موجود كتير. فاهم قصدي؟ فعلى الاقل بالنسبه لاول مجالين هقول لك تاني 2 مش مشهورين قوي، بس هتفق ان كلهم في نفس الرينج. لو بالمصري هيبقى فوق ال10 حتى لو انت كفريش جراد، طالما انت يعني مش انترنشيب يعني.
طيب اللي انت ذكرته، هو في فرصه كبيره للقسم ان الناس تخرج بره مصر عموما، تسافر بره؟ هل ده يفتح مجالات كتير لطالب نفسه ان هو يسافر وهو لسه متخرج؟ I would say yes. هو انا ممكن اقول ان هو بغض النظر عن يسافر بره ان هو يشتغل بره، لان الفكره ان دي حاجه بتميز القسم ده مقارنه بالاقسام الثانيه حياه الشغل، وهي ان انت ممكن تشتغل ريموت. يعني ما اعرفش هل كومن قوي في قسم تاني ان انت تشتغل من البيت. لا، عندنا انت اصلا بتكتب كود على اللابتوب بتاعك، وبيبقى فيه زي environment بتجمع اللي انت بتكتبه كل الناس بتكتبه، فخلاص الريموت ده اساسي وعادي وطبيعي. فاعتقد بسهوله اكتر بكتير بيأهل، ممكن القسم يأهل حد ان هو يشتغل عند شركه بره ريموت. سمعتها كتير ديت من الناس عندنا، او ان هم يسافروا بره. لكن يسافروا بره انا عن نفسي ان انا اعرف فلان عمل كده اقل من يمكن ريموت يجي على بالي حد ان انا حد سافر. لا بس ام شور ان انا سمعت لو حد قال ان في حد حد قال، حد كلم حد كده. ايوه بالضبط. بس على الاقل في الريموت اعتقد ان في فرصه معقوله. طيب قول لنا كده العقبات اللي واجهتك وانت في القسم على مدار ال4 سنين. اعتقد ان العقبات اللي مش واجهتني بس، اللي واجهت اي حد ممكن يكون دخل القسم او هيدخل القسم، عباره عن رقم واحد ان انت بتدرس كتير اكاديميكس، ومع ذلك مطلوب منك في اي ماده من ال 22 اللي هم 29 كده اللي تبع القسم، مطلوب ان انت تعمل مشروع فيها. اوكي، فانت بتلاقي كده الميد ترم خلص وفجاه في كده انك تعمل 5 مشاريع ولا حاجه، وفي كل مشروع انت في تيم. فانت بيبقى صعب ان انت تبالانس ما بين ان انت تشتغل شغل المشاريع اللي هو متعلق باللي انت اصلا هتعمله في الواقع بعد كده، وان انت بقى تقعد تذاكر وحل شيت اساينمنت ما اعرفش ايه طلع منه منين وهكذا. فدي حاجه. تاني حاجه ان المشاريع دي ذات نفسها احيانا ممكن تطلب ان انت تبقى فاهم حاجه انت ما خدتهاش دايركتلي من الديبارتمنت، ان انت يعني انت تحتاج تتعلمها لوحدك. فاعتقد دولت اكتر حاجتين يعني. طب عرفت تعدي العقبات دي ازاي وتحل الموضوع ده ازاي؟ برضو اعتقد ان اي حد بيبدا بقى وهو بيتعود على القسم يلاقي ان مفيش حل غير ان هو ينظم الموضوع ده. يعني انا عن نفسي كنت بقول يعني خلاص هو السيناريو كل ترم بعد الميد ترم في 5 مشاريع يطلعوا فجاه انت لو بتشتغل فيهم مش هتعرف تذاكر، وبعدين فجاه فاينلز وحاجات كده. اللي لقيته بيميك سنس في الحاله ديت ان انا احاول اذاكر كل حاجه اول باول من الاول خالص. بعدين فتره المشاريع ديت بوقع فيها المواد عادي، بعدين بقى بحاول في اسبوع فاضي ولا حاجه قبل الفاينل ان انا اعوض الحاجات اللي وقعت ديت. ولكن هي ملهاش حل سهل قوي، لان المشاريع الشغل السكوب فيها بيبقى محترم برضو، وانت محتاج في نفس الوقت تذاكر ولا لك ماليش دعوه. يعني قصدي الامتحانات مش بتسالك عن مشاريع، يعني دي حاجه يعني الامتحان يقول لك ماليش دعوه ان انت جامد في المشروع صراحه، تعالى وريني الشيتات اللي انت حلتها. فاهم قصدي؟ اوكي. هي تنظيم يعني. تنظم وقتك وتنظم انت ازاي تركز مع المواد وازاي تركز مع المشروع من اول الترم. والسيلف ليرنينج برضه انت عملت عليه بالضبط كل شويه. مضبوط. تفتكر ايه اللي يميز القسم حاسبات الاقسام الثانيه عموما وعن كليه حاسبات؟ يعني هنخش برضه في كليه حسابات ومعلومات شويه علشان نلف للقسم بتاعنا. يعني الفاكتورز اللي ممكن تكون بتميز قسم هندسه حاسبات عن الاقسام الثانيه، اولا النهارده بقى باي حاجه تيجي على بالي عدد الشباب قليل، فبتلاقي الشباب كلهم عارفين بعض كويس قوي. وبعدين بقول لك كل ترم بتعملوا مشاريع كتير، ودي تاني حاجه بتميز قسم عن باقي الاقسام، كميه مشاريع كتير قوي بتربط اللي انت هتعمله بعد كده باللي انت بتدرسه دلوقتي. يعني انا مثلا وانا داخل كهرباء لما كنت بفكر في الاول كان على بالي وانا هعمل ايه بالضبط، هقعد ديزاين سيركتس على طول حاجه زي كده، انما وماشي قلت منطقي في حاسبات انت عارف هتعمل ايه بالملي، اللي هو هتبرمج وانت عمال بتعمل ده طول السنين. فالرؤيه اللي انت هتعمله بتبقى واضحه جدا، وده بيؤدي لان الناس كتيره بتشتغل من بدري. يعني ممكن من سنه ثالثه رابعه تلاقي 20% من الدفعه بيشتغلوا بارت تايم او فوق، ممكن ريموت. يعني في الغالب هتلاقي كتير قوي منهم ريموت، ولا مش هيعرف يعني هيروح الكليه ولا هيروح الشغل. فاهم قصدي؟ فاعتقد انا قلت حتى 3 حاجات، ان الدفعه صغيره والناس بتبقى عارفه بعض وحابه بعض كتير جدا، وكله حابب يساعد بعض. في مشاريع كتير مقارنه بالاقسام الثانيه، المشاريع دي بتربطك بالواقع جدا. وحاجه ثانيه الكومبيتيشنز، في مسابقات كتير، يعني مسابقات ستاندرد كتيره بتدي طرق. في ناس بتحب اللي هو المسابقات تعالى لي اي مسابقه، فاهم قصدي؟ فلو في حد بيحب الستايل ده برضه. وبعدين انت علقت على حاسبات ومعلومات، اللي هو حته الهاردوير ديت I'm gonna emphasize انها maybe مش هتجو بياند الهاردوير قوي. يعني قد يكون في فرق مثلا، لو يعني انا بحاول ادعي ان لو في حد شاطر بمستوى معين في القسم بتاعنا وبعدين رجع بالزمن ودخل حاسبات ومعلومات، بس بشرط يكون بنفس الشطاره، يبقى مش هيحصل اي اختلاف. السؤال بقى هل هي نفس السهوله ان هو يبقى بنفس الشطاره؟ انا ما اعرفش اجابه السؤال ده، ولكن اقدر اجزم ان انا كلمت هايرنج مانجرز في شركات وقلت لهم في فرق ما بينهم، قالوا لي لا. قلت لهم خلاص بقى كسوفت وير انجينير. بالضبط كسوفت وير انجينير حتما. انما ما اظنش هم بيلجأوا اليهم في حاله الهاردوير، بس ما عنديش علم اذا كانوا بياخدوا اصلا من ده، بس هم اسمهم سوفت وير انجينيرز. سوفت وير. تنصح ازاي الشباب اللي عايزه تخش قسم حاسبات ان هم يعملوا ايه حتى في الفتره دي
التمرين أوكي. واول ما يخش برضه القسم على مدار السنين. هو لازم تاخد بالك ان لما انت تدخل القسم البرمجه ديت هتبقى شيء اساسي جدا في حياتك، يعني تبقى قاعد كده قصاد اللابتوب وبعدين كل الناس بتبص هو ده بيعمل ايه كل ده يعني وليه وازاي طايق نفسه وعينه وما اعرفش ايه، حين ان انت يعني انت بتكتب كود والكود ده بيناظر في النهايه برنامج، فانت بتبني حاجه في الحقيقه وعمال كل ما بتكتب بتشوف الحاجه دي بتتحسن ازاي وهكذا. فده الاجابه للناس اللي بتستغرب، بس انت يعني لازم تاخد بالك منه ان انت لازم تكون هيبقى جميل لو انت متالف شويه مع البروسيس بتاعت البرمجه، لان هي مختلفه عن بروسيس ثانيه كتير. بالذات عارف انت الميم او الصوره دي ايه، لما انت عايز انت كشخص عايز تروح لايه فانت فاكر خط مستقيم بعدين لا ده انت في عقبات كتير وما اعرفش ايه. هو بقى كل برنامج بتكتبه نفس الحوار بالضبط. عمرك ما بتكتب كود او برنامج وبعدين برنامج هوبا هيشتغل، لا ده اللي لازم كل مره يحصل يطلع ايرورز وانت بقى ايه تقعد تدور في الايرورز. فلازم يكون الواحد فيه صبر شويه، مش لازم يكون فيه صبر او حد هيتعلم ان هو يبقى صبور. يعني مش عايز اقول ان في صفات لازم تبقى عندك، هتتعلم الصفات كده كده. هي دي بالضبط ان انت تكون بتحب تدور وتصبر شويه، وجميل قوي لو فيك حته شويه ابداع، لان ده عنصر مهم. ده اختلاف خامس او سادس جنب الخمسه اللي انا قلتهم. لو هنقارن القسم بالاقسام الثانيه، انت دلوقتي لو في اي حد في البيزنس يعني جه على باله ستارت اب ايديا هيحتاج ويب سايت على طول، ولو هيعمله ان هو هيلجا اليك عشان الويب سايت. ممكن الايديا بتاعته انا هعمل، عارف انت دخلت على اي مثلا على جوجل فوتو اديتور اونلاين فجاي لك موقع بيأديت فوتوز، بتدي له الصوره بتأديت الصوره اونلاين وبعدين برايسنج بقى $10 في الشهر فهو عامل بيزنس. يعني اللي ورا الويب سايت ده هيبقى حتما هو شخص عنده باك جراوند في البيزنس، وبعدين نحتاج حد في السوفت وير عشان الويب سايت. لو انت عندك حته الابداع ديت انت كواحد من عندنا فانت سيلف سفيشنت، تعرف تفكر بقى براحتك. اي ستارت اب اي حاجه مش معتمد على اي حد. اعمل الموبايل اب اللي انت عايزها 50,000 نص مليون ولا ايه، او الويب سايت اللي انت عايزه مش معتمد على، يعني تقدر تبدا بزنس بدون ما تعتمد على اي حد. فحته الابداع برضو هي صفه جميله وبرضو بتتعلم مع التنظيم دي مهمه قوي، ان انت تبقى بتكتب كود منظم وكده، لان انت الكود اللي انت بتكتبه ان ذا اند بيكورسبوند لويب سايت او اب او حاجه زي كده. الناس كتيره كتبتها معاك، فانت لو اللي انت بتكتبه ما بيتقراش مش منظم مش هتكون دخلت اصلا المشروع ده. فاهم قصدي؟ اعتقد ان الناس تحاول تكسبلور البرمجه اكتر، وان اي حد لما يلاقي حاجه ما يعني يحس ايه ده البرمجه مش بتاعتي ما يبعدش كده فجاه، لا يحاول يدور اكتر، لان بيكتشف بس ان في حاجه كان هو فاهمها غلط، او ان هو لما دور اكتر. يعني انا كنت بقول اللي هو كهرباء عشان الماث والفيزيكس كله هناك، وما توقعتش ان انا الاقي في حاسبات حاجه، بعدين حاسبات حاجه زي كده، وبعدين الاي اي كله بقى ماث في كل حاجه. لا هو فاهم قصدي، ما كنتش متوقع كده نهائي. فانا بتكلم ان اي حد قبل ما يتخذ قرار يتريت كذا مره ان هو متاكد ان لا ده البرمجه دي مش بتاعتي خالص، ده انا جربت معاها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة، وان هو بقى لو لقاها بتاعته يحاول بقى يبدا يتاقلم معاها، ان هو يعمل سيرش كتير، ان الدنيا ما بتجيش من اول مره. اوكي، هل في امكانيه في القسم بعد ما تتخرج ان يكون في كارير شيفت؟ فكره ان علشان في اوفرلاب ما بيننا وما بين الاتصالات، انا قلت مثلا هم عارفين انا لايك اكتر، قد يكون في حاجات في الديجيتال هم عارفينها واحنا مش عارفينها، وعلى العكس. لو حد بيتكلم في الناحيه ديت فبالتاكيد لان هو بس محتاج يتعلم حاجات اكتر هو ما كانش عارفها قبل كده. انما كارير شيفت بقى الحاجه زي ان هو يعمل بيزنس بيور بيزنس، ما هو لو بيعرف يعمل ويب سايت ممكن يفكر في فكره ويعمل بيزنس، وبعدين خلاص بقى اللي هو صباح الخير يعمل بروجرامينج ديت يس ذات كان هابن. انما كارير شيفت لقسم تاني في الكليه حاسس ان هو مش وارد، صعب شويه. اللي هو مثلا يروح لعماره او مدني، القسم الجميله ده هنكتب سوفت وير بعد كده هيبني على فكره، خلي بالك هيبني بعد كده مش طبعا بس يعني بالذات على فكره انا بتكلم سيريسلي بالذات عشان الموضوع ده داخل فيه حاجات كبيره قوي، بس كان هيبقى جميل قوي لو الدنيا دي اوتوميتد اللي هو كده تشاور. لعبت اي لعبه من اللي هم بتقعد تبني؟ لعبت لو تشاور كده يبني. ايوه انا عايز من ده مش هنعرف المستقبل باذن الله. انا انبسطت جدا وانا اكتر، واستفدت جدا 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 في معلومات انا نفسي اول مره اعرفها. شكرا ليك كتير. شكرا ليك جدا ان انت كنت معانا النهارده، واتمنى ان شاء الله كل يكون انبسط واستفاد. امين يا رب. شكرا. شكرا.